السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. بتحب الحلويات الشرقية؟ طب مين فينا ما بيحبش ريحة الحلويات وهي خارجة من الفرن؟ طيب النهاردة هنعمل مع بعض الحجازية الاسكندراني اللي طعمها يجنن. تقريبا ما فيش حد ما بيحبش القرفة ما بيحبش الحجازية الاسكندراني. هشة وطرية ومحشية بألذ خليط ممكن تتخيليه. تابعي معايا علشان تعرفي كل أسرارها وتطلعيها أحلى من الجاهزة. جهزي كوباية الشاي أو النسكافيه بتاعتك ويلا بينا نبدأ على بركة الله. معايا هنا بولة هحط فيها كوبايتين من دقيق السمين، عليهم كوبايتين من الدقيق الفاخر او هو دقيق جميع الاستخدامات. هحط هنا معلقتين نشا، معلقتين كبار نشا، معلقتين كبار سكر بودر. لو ما عندكيش سكر بودر ممكن تستخدمي السكر العادي. معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وظرف فانيليا، واحط كمان رشة ملح. تمام، هقلب بقى المكونات الجافة دي. قلبيها كويس جدا. بعد كده هنزل بكوباية سمنة. السمنة دي سمنة بقري عشان كده لونها أصفر. سمنة فلاحي بس بقري، وعليهم ربع كوباية زيت، يعني دي كوباية سمنة على زيت. طبعا تقلبيهم كويس، تأكدي ان المكونات الجافة دخلت جوه السمنة اللي احنا حاطينها. معايا نص كوباية من المية الدافية، عليهم نص معلقة من الخميرة الفورية، ومعلقتين من السكر، واقلبهم كويس واتاكد ان الخميره شغاله معايا. تمام، اول ما الاقي الفوران بتاع الخميره كده يبقى الخميره دي شغاله وكويسه. حطيتهم على الخليط وابتدي اعجن بقى. اول ما تبتدي تعجني هتلاقي ان الخليط لين قوي. اعجني كويس لحد ما تلاقي ان دقيق السميد هيتشرب كل السوائل دي. تمام، انا عايزه اقول لكم ان الطريقه دي مظبوطه جدا جدا، يعني ما تحاوليش تزودي او تقللي في المكونات. بقى هسيبها ترتاح. ما الحجازيه انا مش هخمرها. تمام، انا عايزه اقول لكم ان دي الطريقه اللي انا بطلعها اوردرات، والحمد لله بفضل الله كل الناس بتحبها. آم، بصوا بقى دلوقتي هنعمل الحشوه اللي هي جوه الحجازيه. معايا كوبايه من الدقيق السميد، كوبايه من السكر السنترفيش العادي، ونص كوبايه من القرفه، ومعلقه صغيره او معلقه كبيره من الكاكاو الخام، وظرف فانيليا، ربع كوبايه من عسل الكلوكوز او من الشربات، وزيها ربع كوبايه من الميه. اقلبهم تقليبه كويسه. قلبي لحد ما تتأكدي المكونات كلها امتزجت مع بعضها. بعد كده هجيب بقى العجينة بتاعتي. بصوا هي مخمرتش اهي، هقسمها نصين. تمام، في نص هفرده في الصينية. تفردي اعملي طرف من العجينة على جوانب الصينية او الحواف بتاعت الصينية، عشان لما تيجي تحطي الحشوة ما تطلعش بره. هجيب شوكة وانغص كده علشان العجينة ما تقبش مني جوه الفرن لما اجي ادخلها. تمام، هحط بقى الخليط بتاع القرفة. تمام، انا بقول لكم دلوقتي ان ما ينفعش نطلع بالحشوه بره عشان دي سكر، فما ينفعش السكر لو اتحرق هيعمل طعم مش كويس يعني. اخد النص التاني على مفرش سيليكون زي ما انتم شايفين كده. تمام، هحاول بقى اعملها على شكل مستطيل زي الصينيه بالظبط. الصينيه اللي معايا مقاس 30 في 22. تمام، بالنشابه كده بقى ابتدي افرد. بصوا هجيب كيس لبن، او اللي هو الكيس اللي هي بتاعت التلاجة العادية، وابتدي احطه على وش العجينة وافرد عشان السطح بس يبقى املس. تمام، بصوا انا احط الكيس تاني علشان اقدر اشوف المقاس بتاع الصينية بالظبط. دلوقتي هجيب بقى النشابة عشان ارفع العجينة من على المفرش. خدت العجينة لفتها رول كده على النشابة، وبعد كده افردها واحدة واحدة بالراحة خالص على وش العجين. الموضوع سهل جدا. آه، ابتدي بقى ايه، اضغطي على العجينة كويس علشان وانتي بتحطي العجينة اللي هي اللي على الوش، عايزة اقول لكم بتاخد هوا شوية. فبصوا انا بفتح لها مجال كده بسكينة ان هي بس تطلع الهوا منها. بشوكة بقى بتبتدي بقى ايه اعمل اللي هي الخطوط الطولية دي
اللي هو شكل الحجازية المتعارف عليه. تمام. ابتدي بقى اقطعها. بحب اقطعها قبل ما تدخل الفرن، في ناس ما بتقطعهاش قبل ما تدخل الفرن، بس انا جربت الحكايه دي بصراحه كده اسهل. لما تقطعيها قبل ما تدخل الفرن الموضوع بيبقى اسهل كتير يعني. طيب، ببتدي احدد انا عايزه اقطع ايه بالظبط، او هقطع مقاسات ايه زي ما انتم شايفين كده. القطعه دي كده ما بتبقاش لا كبيره ولا صغير، هي قطع معقوله جدا، قطمتين 3 والقطعه بتخلص. تمام. ادخلها بقى فرن على 180 درجه عادي خالص زي ما بتحطي الكيكه. بصوا بقى، الخطوه دي خطوه اختياريه، حته الشربات دي خطوه اختياريه. يعني في ناس ما بتحبش الشربات عليها، وفي ناس تانية انا الاوردرات بتطلب مني بتطلب عليها شربات. تمام. هو بيبقى شربات وشربات خفيف. بس كده، وبتقدميها وبألف هنا وشفا، وان شاء الله الطريقه دي تعجبك. ما تنسوناش من صالح الدعاء، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.